وسع 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 للشيف عز اللي هيطبخ النهارده ان شاء الله طبق فتة كوارع، والاول مره يعني يطبخ اصلا الطبق ده. وشوف بقى الثقه يعني ان انا كمان مش هطبخها وبس، لا ده انا هقارنها كمان بفتة كوارع من مطعم تاني، وربنا يستر. والله ربنا يستر. مش عارف جايب الثقه دي كلها منين، معرفش. السلام عليكم. بمناسبه ان ده استوديو جديد، والحمد لله انا شفت الكومنتات بتاعتكم في الفيديو اللي فات، الناس يعني تقريبا كلها فرحانه باللوكيشن الجديد، بيقولوا لي يا عز لا اللوكيشن ده حلو وكمل فيه واستمر. فقلت بقى بما ان هو لوكيشن جديد يبقى نعمل سلسله جديده، بس لسه بصراحه ما رسيتش على الاسم بتاعها. فانا هقول لكم فكره السلسله وانتوا اقترحوا عليا الاسامي في الكومنتات. انا هجيب اكله جاهزه من مطعم واعمل نفس الاكله دي بس في البيت، واقول لكم دي كلفتني كام ودي كلفتني كام، واقترحوا برضه عليا في الكومنتات اكلات معينه اعملها تاني في السلسله دي. واكيد طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى ورقه سجق، ده اكيد يعني. وانا عارف هجيب ورقه سجق منين. الحمد لله سكره قاعده على البوفيه هنا ملهاش دعوه يعني، ولولو مختفي، فالامن مستتب الحمد لله يعني. تخليني بقى اقول لكم الكوارع اللي انا هطبخها دي انا جايبها منين. انا جبت العلبه دي، هي اسمها علبه المعلم. العلبه دي كاتب لك عليها بيف تروترز، كوارع يعني تروترز. طيب المهم يعني فولي كوكد كامله الطهي. هو مكتوب يا جماعه الوزن الصافي 800 جرام والوزن المصفى 400 جرام، يعني معنى كده ان الكوارع لوحدها 400. دي انا كنت جايبها من فتره كده بصراحه يعني، من كام شهر كانت عامله 150. دلوقتي على امازون انا شفتها ب 189. في بصراحه اماكن تانية بتبيعها اغلى من كده، ومش عايز اقول اسامي الاماكن ولا اقول لكم الاسعار عشان يعني ما تتخضوش زي ما انا اتخضيت. بيقول لك اول حاجه تفرغ محتويات العبوه في اناء وتسخنها على نار هاديه لمده 5 دقائق، وبعد كده ممكن تحط توابل على حسب الرغبه. فاحنا هنسخن الكوارع ونعمل جنبها ايه الفته بتاعتها. طبعا الناس هيقولوا لي يا عز انت جايب كوارع معلبه وقلت لنا هطبخ، يعني فين الطبخ في كده يا جماعه؟ يعني ده اول فيديو يعني، اصبروا عليا واحده واحده. لسه بس ايه الواحد بيدوس يعني. ورقه السجق ان شاء الله هتبقى حاجه قنبله، ربنا يستر برضه والله. خلينا نطلب ورقه السجق. تفكيري كله راح في السجق. هو المطعم ده هو الحياتي. اهلا بيك في سلسله مطاعم الحاتي. سلسله مطاعم الحاتي هو مع حضرتك. اتفضل يا فندم. لو سمحت ممكن اعمل اوردر؟ عايز طبق فتة كوارع. كميه الكوارع اللي بتبقى محطوطه على الطبق دي بتبقى وزنها حوالي قد ايه؟ حوالي 175 جرام. 175. طب هو الطبق عامل كام؟ 160. تمام ده بالضريبه؟ بالضريبه. تحب تضيف معاهم ملوخيه شرب او محاشي؟ لا 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 مش هنطبخ الكلام ده. حضرتك عايز الاوردر على الساعه كام؟ يعني بص في اسرع وقت لو تعرف تجيبه دلوقتي. شكرا يا باشا. الراجل بيقول لي اطلب لك ملوخيه وبتاع. لا ملوخيه ايه ده، احنا هنعمل فتة كوارع بالعافيه، يلا نعمل ملوخيه كمان. نهرج. يلا في الفيديوهات الجايه بقى ان شاء الله نبقى نعمل وليمه كده. مش عارف ده الفيديو هيتصور في يوم بحاله ايه ده. ماشي طب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه البوتاجاز السحري بص هو بيلق، بس عايزين نجيب له حجر هنا نسنده. وايه تاني؟ والعيش بتاعنا اللي بيعيش مش باين. ماشي تمام كده. طماطم والثوم والصلصه والرز طبعا، كوارع نفسها، ملح وفلفل، وايه تاني البتاعه دي والمستلزمات بتاعه الطبخ. يعني كل ده عشان اعمل فتة كوارع جاهزه اصلا ومعلبه. امال لو كنت عاملها من الاول كنت عملت ايه؟ لا شكلها تبقى في سلسله جميله ما شاء الله يعني. حلو تمام. مالها المطاعم الجاهزه. الواحد بيجيب الحاجه يجرب على طول وخلاص. بس سياده المخرج قاعد ورا كده هو اللي هيوجهني يعني، يقول لي اعمل ايه وبتاع. ايه اول خطوه؟ نولع السخان صح؟ هنقطع العيش مش نولع السخان. شكلها تبقى سلسله جميله ما شاء الله. احنا يا جماعه الفيديو ده ما يقلش عن 5000 لايك عشان يعني الموضوع فيه مجهود مش طبيعي. طيب جبنا الطاسه السحريه بتاعتنا، نقطع بقى العيش. قطع رغيف واحد ولا اتنين؟ انا بتهيألي رغيف واحد كفايه دي. لا يبقى رغيفين برضه، فرق الخبره بيفرق. خلصنا اول رغيف. ست المخرج كان عايزنا نقطع بالمقص، لا احنا مش ناقصين بقى، عايزين نخلص. احنا اصلا المفروض هنعملها في البتاعه دي، فطبعا رغيف واحد مش هيكفي. لازم في البايركس. هنجيب بقى معلقه سمنه كده ونحطها مع العيش. هو كده خلاص اتحمص. طب نشيل بقى البوتاجاز ده كده على جنب. جبنا بقى القطعه. انا هوديهم على الخلاط كده في المطبخ واجي لكم. نجيب بقى طبق البايركس بتاعنا، نحط فيه العيش. طيب هنفضي شويه كده من علبه الكوارع دي. خلينا نشيل البايركس كده ونجيب الفرن. نشيل الطاسه ونفضي فيها الكوارع. قلب بقى كده. فينا ورق لورا برضو. طب انا هقفل عليها كده ونعمل الرز على العين التانية. ادي الرز بتاعنا، مش هنجيب الكيس التاني ده عشان ما يبقاش اعلان يعني. وادي الحله اللي هنعمل فيها الرز. ناخد كوبايتين كده نحطهم في الطبق ده عشان بس نغسل الرز. نحط معلقه سمنه كده. اوعى الكوارع هنا ببص عليها، الكوارع كلها نظيفه يعني، مش شايف فيها اي شعر خالص يعني، متنضفه كويس الصراحه. الرز بقى اللي اتغسل ده هنحطه بقى هنا. لا كل ده وبعمل كوارع جاهزه، امال لو كنت عملتها من الاول كان ايه اللي حصل؟ نحط ملح وفلفل كده على الرز. بص الكوارع يا حلاوه. بق 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 بق. طب نشيلها على جنب كده عشان لسه البتاع سخن.
انا قاعد بتخيل نفسي دلوقتي لو انا مثلا جبت مطعم جاهز واصور، انا كان زمان خلصت الفيديو يعني كان زمان خلصت الفيديو وابتديت في المونتاج كمان. طيب وانا كنت هحط ميه بس على الرز، بس سياده المخرج قال لي لا، هنحط نص الكميه ميه والنص التاني الشوربه بتاعت الكوارع. عايز اوريكم برضو لون الشوربه نفسه عامل ازاي. ادي شكل الشوربه اهو، صوت حلو كده. وندلو بقى ميه على الرز لحد ما ايه تبقى فوق الرز بحاجه بسيطه كده. وطبعا انتم ملاحظين ان الرز اتحرق، ده طبعا نتيجه لان انا خبره قويه جدا ما شاء الله عليا يعني. بص بقى الكوارع نضيفه ازاي، الكوارع بصراحه زي الفل يعني، لحد دلوقتي ما لمحتش شعره واحده. طب احنا هنشيل دي على جنب كده عشان ايه نعمل الصلصه. طيب الرز لما يغلي كده بقى ايه نقفل عليه ونسيبه ايه على نار هاديه كده قبل ما نعمل صلصه طماطم. نحط بقى معلقه سمنه كده ومعلقه توم محترمه كده. ده احنا هنطرد يعني، انا مش هطرد بره اللوكيشن، هطرد بره الشقه كلها ربنا يستر. ندلق عليهم بقى شويه خل، ندور هنا كده معلقتين خل. بعد كده ننزل بالصلصه، ننزل معلقتين صلصه بسرعه بسرعه عشان ايه العلبه جايه ترخم دلوقتي مش عايز تتفتح. بس اتفتحت. اول معلقه وادي الثانيه. عايزين بقى نحط ملح وفلفل ولا ايه؟ لا دي انا عرفتها لوحدي بصراحه سياده المخرج ما قاليش عليها، بس اكيد يعني في حاجه هتطبخ كده من غير بهارات. نحط بقى عصير الطماطم اللي صفيناه كده. بس ايه الازعاج اللي كان حاصل ده. طب نحط بقى ايه الملح والفلفل برضو، وربع معلقه ملح صغيره مع القليل من الكزبره. قلب 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 قلب. وفي بقى حاجه تانية سياده المخرج، انتوا شايفيني من الدخان اللي طالع ده ولا مش شايف؟ والله انا حاسس الكاميرا عامله فوكس على الدخان مش عليا. عامله فوكس عليا ولا تمام ماشي. سياده المخرج قال لي بقى ان احنا قبل ما نحط الكلام ده كله هنسقي العيش اللي في البايركس ده بشويه شوربه كوارع. واحنا تقريبا كده خلاص. طب افتح الرز؟ مش افتحش الرز، انا هموت وافتح الرز مش عارف ليه. طب هنشيل بقى الحاجات دي على جنب كده وايه ونجهز الفته بتاعتنا. طب نحط بقى الشوربه على الفته، نقلب بقى الدنيا مع بعضها كده عشان ايه نخلي بس العيش يطرى شويه كده ما يبقاش ناشف. هو كان طري من الاول لازم ننشفه وبعد كده نطريه. وادي حله الرز السخنه. اوعى ناخد من الرز كده ونحطه على الطبق. نفرد بقى الدنيا كده. والله مبسوط ان انا يعني خلاص في المرحله الاخيره يعني. ندلق بقى الصلصه كده. عايزين بقى نحط الكوارع على الصلصه، بس احنا لازم نفصصها عشان المطعم هيبقى جايب لنا الكوارع متفصصه. ونخش بقى بالكوارع بعد ما فصصناها ايه نبتدي نوزعها كده ونحطها في الطبق. الو ايه يا باشا؟ طيب حاضر ماشي. هو المطعم. طيب احنا ايه حلو ان احنا يا دوبك لسه مخلصين كده. نشوف بقى الحاجه بتاعته ونحط الاتنين جنب بعض كده وندوق من ده ومن ده. وادي الاوردر بتاعنا وصل من مطعم الحاتي. فتة الشاورما دي زي ما قلنا عامله 160 جنيه، معلقه ومناديل وعلبه مخلل ورغيف عيش. واللهم صل على النبي. ده طبق فتة كفته. لا فتة كفته ايه فتة كفته؟ في حاجه اسمها فتة كفته. طبق فتة كوارع محترم. انا جوعت. هل يا ترى هقدر اعمل حاجه قويه زي كده؟ هو اكيد لو في عيب مش هطلعه في الطبخ بتاعي، هطلعه في الكوارع المعلبه دي نجيب بقى فتة الكوارع بتاعتنا. هو مبدئيا كميه الكوارع بتاعت مطعم الحاتي انا كنت متخيل ان هي تبقى اقل من كده، بس لا كميه محترمه جدا ما شاء الله بصراحه. تقريبا نفس الكميه اللي عندي، برغم ان هو قايل لي في التليفون ان هي 175 جرام، دي هنا المفروض 400، بس 400 دول بالعظم، فمعنى كده ان هم من غير العظم هيصنفوا كمان اقل من كده. طيب خلينا ندوق فتة الكوارع بتاعت المطعم كده. حلو ايه ان الاتنين سخنين كده وبيطلعوا دخان. هو هنا حاطط الصلصه على الكوارع، احنا حاطين الصلصه تحت الكوارع. طب احنا هنا بقى هنقلب كله في بعضه يعني عشان ايه يطلع نفس الطعم اللي هنا. كوارع المطعم بسم الله. الكوارع دي بتبقى حلاوتها اكتر مع ورق العنب، بس الفته هنا خطيره. في طبقه عيش تحت كده. الصلصه كميه الطشه اللي فيها مش كتير قوي بنسبه معتدله كده، بس الكوارع حلوه قوي قوي. انا ابتديت اقلق شويه بصراحه يعني حاسس ان هي المستوى مش عارف، ربنا يستر. ماشي طب نركن بقى دي على جنب كده ونجيب دي. احنا هنقلب هنا كله على بعضه عشان ايه تدينا نفس الطعم. الصلصه عنده هو اتقل من عندنا يعني، احنا كان المفروض ان احنا نحط الصلصه اكتر، بس الكوارع هنا برضو بصراحه نضيفه قوي. ولاد اللذينه هنا مش عارف، هنا الموضوع تحسه طري اكتر كده. طب هنلخص لكم الموضوع ببساطه كده. الكوارع في الاثنين نظيفه ما عنديش مشكله معاها خالص. الصلصه بس عندهم اتقل من عندنا شويه، لان الصلصه هو حاططها هنا على الطبق ده، انما الصلصه عندنا فاردها على مسطح اكبر، على مساحه اكبر. هو في فرق بينهم في التقل شويه بس فرق مش كبير قوي. بس العيش اللي موجود هنا في الفته بتاعه المطعم عيش شامي مش بلدي. ادي العيش الشامي اللي بكلمكم عليه يعني، هو الاحسن بصراحه في الفته البلدي. وفي الاخر هي اذواق، بس ده ذوقي الشخصي يعني. انما هنا العيش بلدي، بس كان محتاج ان هو يتسقي شوربه اكتر من كده. العيش برضو لسه ايه متحمص شويه. الدنيا هنا في المطعم تحسها بايشه قوي مع بعضها كده، متداخله مع بعضها. فمين اللي عجبني؟ هما الاثنين حلوين، بس انا بصراحه اروح لفتة المطعم
مش مصدق ان اول فيديو في السلسله. طب احنا هنشوف من ناحيه التكلفه كده. المطعم هنا الطبق ده عامل 160 جنيه. الفته بقى اللي احنا عاملينها دي عامله قد ايه؟ احنا خدنا كوبايتين رز يعني بتاع حوالي ربع كيلو، يعني الرز كده عامل 5 جنيه، والكام طماطمايه على معلقتين الصلصه قول مثلا بتاع 8 جنيه، يبقى 8 و5 13. ورغيفين العيش ادي كده 2 جنيه، يبقى كده 15. مع الملح والفلفل والكزبره والحاجات دي قول 2 جنيه كمان ادي 17. كل ده طبعا حاجه، والعلبه لوحدها حاجه ثانيه، يعني دي لوحدها بتاع حوالي 190 جنيه. مش عايز اقول لكم السعر الاعلى من كده انا يا جماعه يعني. في مكان بدون ذكر اسماء سالت، اللي انا اصلا جايب منه العلبه دي، كنت جايبها منه من كذا شهر، سالته دلوقتي العلبه دي بكام؟ قال لي ب 300 ومش عارف و5 باين او 304 حاجه كده. انا اتخضيت اصلا. بس هي تقدروا تجيبوها من على امازون 190 بس. 190 مع 17 جنيه يعني بنتكلم في 207 جنيه صح؟ طب انا اجيب ده ب 207 ولا اجيب ده ب 160؟ اظن الاجابه واضحه، يعني هما الاثنين بصراحه كطعم حلوين وكل حاجه. يمكن بس اللي مميز الفته دي ان هي معموله بعيش بلدي، هنا الصلصه اتقل من هنا بصراحه، كوارع في الاثنين نضاف. بس انا مثلا لو كنت جبت الكوارع دي من عند الجزار كانت هتكلف اقل من كده بكتير، بس انا كنت جبت العلبه دي بصراحه، فايه قلت بلاش اعملها لوحدها، يعني قلت اعمل موضوع المقارنه ده. وده اول فيديو، والله السلسله عجبتكم كان به. نعمل بقى الفيديو الجاي تبقى ورقه سجق مثلا، بس هجيب سجق من عند الجزار، مش هنجيب بقى سجق بقى بتاع الشركات والكلام ده، عشان نشوف بقى ايه التكلفه الحقيقيه تبقى عامله كام بالظبط. سيبنا بقى من المعلبات والكلام ده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم يعني، ونكون استفدنا. يعني انا مش عارف احنا استفدنا ايه في الاخر. نروح نجيب دي مش هنجيب دي، بس دي عشان هي كوارع معلبه مش من عند الجزار بس، فاكيد نكون استفدنا يعني اكيد. وما ننساش نعمل لايك، ها نعمل لايك، وصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك بس كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو وتشيروا في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.